شكرا على المداخلة الجميلة دي يعني، وأتمنى أن أختصر الكلام بشكل وافي. يلا أنت فاهمني، يعني هي أصلا سلطة الطيران دي ما منصفة، يعني هو بس عايزين دولار بأي طريقة بالنسبة لهم. بغض النظر خلاص، ما هو أوكي ما مشكلة، رحلة واحدة أصلا هي ما حتفرق مع الشركة في حاجة يعني، ماشي، لأنه باعتبار إنه يعني، بس أنا بتمنى إنه شنو يصدقوا لها برحلة واحدة، لكن لو صدقوا لها بأكتر من كده هتبقى كارثة. يعني هي ممكن يصدقوا لها بثلاث رحلات خلاص، ده هنا بيبقى الموضوع شنو، بيبقى فوضى جدا. لكن تصدق لها برحلة واحدة، طبعا ما حيقدروا يكبروا حجم الطيارة، يعني ما حيقدر يشغل الدريم لاينر الخط بتاع بور السودان، هو آخره حيشغل الطيارة ب 150 راكب دي أو 130 راكب دي، اللي هي الماكس أو ال 737 عموما، لأنه مطار صغير فما بيستحمل الطيارات الكبيرة، وممكن تحتل مكان ثلاثة طيارات، فعشان كده فهي حسابات. فبالنسبة له هو حيشغل طيارة صغيرة، لكن أنا بتمنى إنه سلطة الطيران المدنية تديه رخصة إنه يشغل رحلة واحدة فقط في اليوم، لكن أزيد من كده حيضر بالوضع زيادة، حيضر بالشركات دي، حيخلي الشركات دي ممكن تفلس، لأنه الشركات دي الناس ما قادرة تفهم إن هي ما بتقدر تقلل الكوست، أو يعني ما بتقدر تقلل أسعار التذاكر بتاعتها بصورة كبيرة. لكن في النهاية المستحوذ الأكبر على السوق هم بدروا تاكو، بأكبر عدد مسافرين، بأكبر عدد رحلات، وبأكبر مشغل للمطار بتاع بورت السودان. المسافر بتمنى إنه يكون شوية عنده حتة وعي، هو ما حيشتغل بالخسارة. برضو عنده تكاليف، انت عندك طيارات محرقة وخليتها عندك، عندك مخازن بتاعت سبير بارتس كلها دستروي، تحملوا واشتغلوا وحلوا لناس ازمات كثيرة. صح التكاليف كانت غالية، لكن برضو يكون شوف ابسط حاجة، امسك العمالة، هو الموظفين عنده كم؟ زي انت الليلة يكون عندك طيارتين وعايز تصرف على 500 موظف، صعبة. كله يتحزن على المواطن، لانه تشغيل الطيران هو ذاته في حد ذاته هو غالي، تشغيل لك رحلات غاليه برضه يعني. هو بصراحه انا بتمنى انه يكون عندنا سلطه طيران مدنيه قويه جدا، هذه السلطه قادره انها يعني تحكم السوق بتاع الطيران لصالح النواقل الوطنيه. الشركات الوطنيه بدر وتاركو وسودانير في ظل الازمات زي دي المفروض يعني السلطة أو الدولة أو الهيئة الماسكة بتاع الطيران المدني دي تراعي المصلحة بتاعت الشركات الوطنية. الشركات الوطنية هي بتجيب لك شنو، بتديك added value، بتديك قيمة للخدمة اللي أنت بتقدمها، القيمة. بينما الشركات التانية هو واحد أوكي صح بيقدم الخدمة، لكن أنت كدولة هتستفيد في حاجة بسيطة، هتستفيد بس في الرسوم بيجي بيدفع عليك، كان في المناولة، كان في استخدامه للمطار بتاعك، ماشي. لكن برضه لو جيت قارنتها استفادتك مثلا من رحلة واحدة بتجيك في اليوم من شركة الطيران دي وبين الشركات المشغلة لك للمطار، انت حتلاقي القيمة حتلقاها ميالة على الشركات المشغلة للمطار أكتر، هي دي مربحة لك جدا، هي دي تنفذها في لا بيئة، ماشي. وفي نفس الوقت انت عليك واجب انك انت، انا ما اعرف المطارات دي هي تابعه لما بيقولوا شركات خاصه، لكن يعني فاتت سنه والمطار زي ما هو، انت المفروض تطور البنيه التحتيه بتاعتك دي، باعتبار انك انت شنو يعني، برضه في النهايه ليترون انه برضك انت بتخط الحياه دي للمستقبل، حتستثمر في البنيه التحتيه بتاعت المطار، انك انت توسع الصاله بتاعت المغادره، حسب يعني تبني صاله بتاعت المغادره، توسع المواقف بتاعت الطيارات، تعمل لك كم باركينج بتاع الطيارات، لانه المطار بيشيل 6 طيارات فقط. وانا بتمنى ان الناس ما تشيل هجوم على الشركات دي، يعني خد في بالك انه هذه الطيارات كان في الاول بتمشي فاضيه، بتمشي مليانه وبترجع فاضيه. طيب ده ابسط حاجه، انا ده حيخليني اعمل تذاكر دبل، ده قلت بسم الله يعني، ده انا من قبل ما اصلا اخد الكوست الزياده اللي علي دي. طيب غاليه معلش، الناس بصوره وكده بيقول لي ما بيقدم وجبات في الرحلات. طيب انت الليله الطيارات دي عموما يا جماعه، الطيران
الوجبات اللي بتتقدم على الطيارات هي وجبات خاصة، يعني ما بتطبخ، ما ممكن، ما زي أكل المناسبات اللي احنا بناكله. عنده طريقة بتاع طهي معينة، هم الشركات دي اوريدي هي عندها القسم بتاع الوجبات ده في الخرطوم، وكان يعني مهيأ ومجهز بإمكانيات ضخمة، يعني ممتاز جدا. يعني ما حيقدر يستثمر في الوضع زي حسب ظروفه بعد ده، فبيمشيها كم مرة. هو يلا لقيت اهو سامبوكسة على موية على عصير على بتاع، هو مشي حالك. فانت تمشي بالمعجنات على الفطير على الافرش على العصير على اي حاجة يعني. مش يا سيد انا لا معلش، انا عايز اوضح الحتة دي. انا انتقادي يعني اللي هي السلطة الطيران المدني مصلحتها وين؟ انا عايز انت الاولوية عندك في المصلحة تكون للشركات الوطنية. يعني انت داك خلاص، هو داك في النهاية الشركة الأجنبية دي حتيجي دي هي حتدفع لك يعني ايوه حتديك دولار على يعني اوكي انت قيمة، وحتستفيد منها في بارت معين، لكن ما حتستفيد منها كحاجة ككل، لأن هي ما مشغلة الخطوط بتاعتها. فعلا حقيقة تاركو كويسة. بدري برضه كويسة، بس لكن تاركو تحس انه بيهتموا بالمسافر اكتر من، يعني عنده اولوية كده بيهتموا بالمسافر، بينما بدري دي بيهتموا بالاستثمار يعني والرحلات بس، ودي وجيب واقبض حاجة. لكن بتسعى دائما المتطور اكتر هي تاركو. انا بتمنى انه الناس ما تهجموا على الشركات دي. يعني الميديا قال له نعمل حملة مقاطعة، حتقاطع شنو؟ تمام، تقاطع ذاته ليه؟ يعني في النهاية ما يعني هو واحد عرض لك خدمة بسعر معين، انت يا اخي عندك الحق يا اما تكفو يا اما ترفض يا اما توافق. هو عرضها ليك وفقا للظروف اللي هو فيها، تمام، فهي دي اللي بغطي معاه. وطبعا ممكن ما يكون مستهدف الربح. الناس طبعا فاكرة انه هو ياخد مثلا التذاكر مثلا في الرينج كانت 100,000، بعد الحرب بقت 700,000، تمام. فهو الناس بيقول انه 700,000 دي هو ربح. لا تراجعوا حاسب الواجبات دي عموما في في صناعة الطيران ما بتكلف الاثنين، يعني اجمالي الكوست بتاعها من 2 ل 3% من التكاليف، ما حاجة كبيرة يعني. هو الطيارات دي بيصنعوا وين؟ بيصنعوا وين الطيارات دي؟ أكيد ما في السودان، وأكيد ما في السودان، وأكيد ما في الخرطوم. أكيد حيمشي صينع مثلا يا أخي في مصر، حيصينع في بتاع الطيارات دي معزلة برضها فحص وعزلها صيانة، دي برضها كوست. انت في النهاية الطيارة حتمشي هناك، يعني كان انت بتعمل لها الصيانات الخفيفة بس بتعملها في السودان بتوفر لك كتير، ماشي. لكن انت بقى ما عندك طريقة، تضطر الطيارة توديها برا صيانة خفيفة وحتضطر تدفع عليها أرضية في المطارات اللي انت حتوديها لها، يعني حياخدوا منك أرضية، دي برضها مصاريف كوست. فصناعة الطيارات بالنسبة للشركات السودانية مكلفة، يعني حاليا يعني يشغل طيارات وبتاع مكلفة جدا كوست، بينما مثلا الاثيوبية او المصرية هي ما الخطوة مكلفة، هي بالعكس هو خط روتيني، الطيارة بتجهز تقوم الرحلة نقطة ألف لنقطة ب من باء لألف في أمانة الله، رحلة يومية اعتيادية عادية بالسعر الدولار، تمام، ما خسرنا يعني اورينج، يعني نفس السعر نفس التسعيرة بتاعت الخرطوم بيشتغل بها. فكان الله في العون. يعني أنا بتمنى إنه الناس ما تهاجم، يعني أنت ما تهاجم والشركات دي، لا أنت ما عارف حاجة، هم ديل كده استغلال. شنو؟ ما في استغلال، أنا أصلا ما شايف إن في استغلال أصلا، إنه هو واحد ظروفه كده. الاستغلال ده اللي لو قعدت كده معاهم بشفافية قلت لهم يا جماعة أنتوا ربحانين شنو؟ عقلك ما ربحان، لكن هو غصبا عنه مضطر يشتغل عشان شنو؟ يخلي العجلة تدور. شكرا جزيلا على المداخلة الجميلة، وبتمنى انه الحلقة
الحال ينصلح بس ان شاء الله، ونقلل الهجوم على الشركات دي عليك والله بليز يعني.